سلام سلام، ومعاكم يحلى الكلام. اهلا البنات، جيتكم طليت عليكم فيديو جديد، روتين جديد، روتين نهاية الاسبوع. لميت لكم عدة مقاطع، عدة كما نقولوا من كل حاجة شوية. نبدأ فيديو تاع نهار اليوم بالصلاة والسلام على رسول الله كالعادة، ونبدأ بسم الله بركة الله على بركة الله. الفيديو تاع نهار اليوم كما قلت لكم من كل حديقة شوية شوية، روتين تاع 2 أيام ولا 3 أيام. المهم كل وين نلقى فرصة نهز لكم شوية مقاطع باه ما نقطعش الغيبة عليكم حبيباتي. انتم ثاني اتهلا ودعموني بالجام واللايك والتعليق الجميل والتحفيز هكذا باش نقدر نزيد نلبي لكم رغباتكم ونصور اكثر. نبداو اول حاجه بهذا البوكس. هذا بوكس واش نقول لكم جاني من الجي الياسمين الدمشقي من باب الزوار. عطيت لكم يعني لادريس تاع المحل. واش نقول لكم، انا كنت معروضه في واحد العرس سوري، لكن لظروف صحيه كنت مريضه بزاف البنات راتيت هذا العرس للاسف، مع اني كنت متمنيه نحضر عرس سوري. لكن هما ناس بالطبع ما نساوش حقي تاع الحلويات تاعهم. كانت حلويات رائعه. واش نقول لكم، تشكيله من المعسلات، بقلاوه وبقلاوه تركيه، بقلاوه بالكاوكاو، بقلاوه بالفستق، بقلاوه باللوز. المهم تشكيله رائعه. ننصحكم المحل راهو في باب الزوار، مش اشهار البنات لاني والله ما نعرف انا المحل اصلا، لكن هو سوري وهذا العرس السوري كوموندو من عنده. كانت حلويات بالطبع. وفت هنا تزيت لكم مقتطفات بما اني مريضه، عملت واحد التيزانه نفعتني قسمتها معاكم بالمقادير كما راكم تشاهدوا. سهله مهله. كميه من الماء تقريبا نصف لتر من الماء، حبه ليمون وشويه وريقات تاع النعناع. هذا ما كان. غليت اول حاجه الماء كي بدا يسخن، حطيت فيه حبه القرص بعد ما قطعتها الى قطع صغيره كما راكم تشاهدوا. راحت لي الهضره يا محاينك. المهم ان شاء الله ادعوا لي بالشفاء حبيباتي. هاد التيزانه واش نقول لكم هايله مليحه لجميع انواع الانتوكسيكاسيون. ما باليش الناس اللي ثاني تنفع في الريجيم، الناس اللي تحب تنحف تساعد بزاف. كما قلت لكم نطفي عليها ونخليها في هذاك الاخر، نضيف لها هذاك النعناع ونخليها مده زمنيه ونشربها قبل الوجبات ولا بعد الوجبات. تساعدني كما قلت لكم مليحه للتسمم، مليحه للريجيم، مليحه لكل شيء. وكاين الناس يضيفوا فيها الكركم. وهنا نهار واحد اخر كنت معروضه في عرس يكون لراجلي، لا فامي تاع راجلي. اديتكم معايا كالعاده. للاسف كنت مريضه الحلويات، ما رحت ما شربت قهوه، ما قعدت معهم. حطوا قهوه بالطبع، لكن للاسف كعاد ما شربتش قهوه، ما صورت لكمش. جاتني عيب كيف ما شربش القهوه ونجي نصور لكمش. هزيت لكم مقتطفات كان عشاء. واش نقول لكم، شوربه هايله كما راكم تشوفوا، رولي دجاج محمر وبربوشه وسلطه اوردافر. هذا مكان. كانت أمسية جميلة، تقاسمت معكم مقتطفات. وهنا أكيد في بيتي في الويكاند، نهار الويكاند دايما نحب نفرح روحي لما لا، ونحي كامل هذاك العيا. هنا درت معكم قبل وسطرت بالليمون. هذه تارتولات واش نقول لكم جات بنا هايله. لاباط جات مرمله. واش نقول لكم، ما عاودتش معكم الوصفه لاني ما كنتش راح نصور صراحه. ومن بعد دائما نتفكر باللي عندي قناه في الاخير. هيا تفكرت نزيد لكم هذه المقتطفات، لكن وعدتكم البنات راح نخلي لكم رابط الوصفه تاع الطارت ولا تارتولات بالليمون. درت معكم عده وصفات، لكن الوصفه الاصليه اللي خدمتها معكم فيديو مونباسير راح نحطها لكم في تعليق مثبت في التعليقات. ادخلوا برك التعليقات دوك تلقاوني حطيتها لكم ان شاء الله بربي ما ننساش نحط لكم الرابط من الوصفه من ا جيسكا زاد بالتدقيق بالاسرار بكل شيء. شوفوا لينا هذيك الميران كيفاه جات معلكه ما شاء الله. واحد البنه. واش نقول لكم البنات اللي شهيتها نقولها شهيتك في الجنه حبيبتي. المهم ولفت نتقاسم معكم حبيبه قلبي هذه الاجواء. واش ندير هكذا. ونزيد نحط لكم الوصفه لما لا. روتين عادي تاع الاسبوع كل واش درت هاد الايام الفريطه. هزيت لكم شويه شويه، ابقاو للاخير فيديو متنوع كما قلت لكم. وهنا كنت
أجواء عادية، فقط صورت لكم مقتطفات من أمسية القهوة نتاعي. كما قلت لكم الوصفة هذه راهي هايلة، ننصحكم بها البنات، وسهلة سهلة سهلة ماهلة. ما من البنات اللي يحبوا يعتمدوها مشاريع، الوصفة زاكية وتخرج لكم يعني مقادير كبيرة، سواء ديروها اون طاقت كبيرة هكذا، طاقتولات كبيرة، ولا دي طاقتولات صغار. درت معاكم كما قلت لكم بزاف فيديوهات في القناة راهي غنية. وبعدها مباشرة النضول الشقاء، ما ننساوش الميناج، بما انه الخميس قلت نبروفيتي لما ذاك كامل القش اللي بقالي نديرو بورتو، يعني غسلت الصباح وغسلت نهار قبل، يعني البنات القش ما يفرغش وما يفضش هو، ولما عنا الله يكون في عوننا. كيما يقولوا محلى نقالو كان يبقى، يعني للاسف نغسلو ننظفو النهار كامل. كما يقولوا عظام الشقاء ما يرتاحوا نهار كامل وحنا نجريو. هذه سنة الحياة، ربي يجعلها ان شاء الله في ميزان حسناتنا. اي حاجة خدمناها ولا تعبنا معليش ما يروحش تعبنا باطل. وهنا حابه نتقاسم معكم هذا البرودوي هذا تاع لا ماشين، باش نقول لكم هايل، اول مره نستعملو انا امير سافون دو مارسيل. يعني استعملت بزاف انواع، ممكن استعملت ونسيت يعني، لكن هذا تاع المره هذه واش نقول لكم. اولا بروموسيون البنات، اذا لقيتوه هزوه راه غير 60000 59900، كان يدير 70000 من قبل. ايطرتين ونص، وزيد ريحه الزيت اللوز، واش نقول لكم تبقى تعبق في الحوايج تاعكم. على ما كنتش حنصور لكم صراحه الروتين هذا، ومن بعد فكرت قلت نبارطاجي معكم لما لا، لانه اللي كنت حيره واش تشري برودوي ولا. عندي بزاف ما تقاسمتش معكم هاد الانواع، النوعيه هذه تاع الفيديوهات هذو، قلت لي ما لا. المهم كما شفتوا القشره وكنت باش نحيه لقيته مازال ما شاحش تاع الصباح، زدت قلبته خليته لو طون هذاك اللي تكمل تغسل وننحيه وننشر ان شاء الله. وهنا كما تعرفوا العشاء ديما نخمو واش نديرو العشاء. كانت عندي شويه زروديه نقيتها وطيبتها وانا نحيلها في هذيك القشره تاعها. قلت ندير شويه سلطه وشويه ما عم باليش ولا راني نخمم، كنت نخمم يا روز يا سباغيتي بيض. المهم كنت تعرفوا لي، وما كفانيش الوقت صراحه باش نصور لكم الروتين كامل. وفي الاخير قررت اني ندير روز، باش نقول لكم جا واحد الروز يشهي. ان شاء الله نصور لكم وصفه الروز منفصله. وانا كنت مع هذاك الاجواء صراحه عليها نسيت نصور لكم العشاء. جاني هذا الخير من عند حبيبتي وصديقتي نقولها وجارتي، يعني ثلاثه في واحد. نقول لها ربي يرزقك ان شاء الله خير دارين، دائما تتفكرني، ربي يحفظ لها وليداتها ان شاء الله. بعثت لي ملوخيه تاع بسكره، واش نقول لكم ملوخيه هايله. وبعثت لي خدمت لي قرعه هريسه سبيسيال، نحات لها خدمت ليها وخدمت لي ليا نتاعي. قالت لي نحيت لك هذيك الزريعه وخدمتها لك، وخدمتها واش نقول لكم خدمه بالطبع البنات صراحه. عليها نسيت ما صورت لكمش الروز، هنا لتيت نفرغ في هذيك الملوخيه، وهذيك الهريسه كامل فرغتها ثاني باش ما تفيضش، لانه كما تعرفوا عمرتها لي كامل في هذيك القرعه باش تبعثها لي. وانا فرغتها كما كنت تشاهدوا راني فرغتها. وهزيت لكم هنايا تشوفوا القوام تاعها والريحه، واش نقول لكم مداويه عسل. انا صراحه ما صبرتش البنات، وكليت منها في العشاء. كما راكم تشاهدوا فرغتها في البلارات كما قلت لكم باش ما تفيضش، وزدت لها من الفوق زيت زيتون لانها حاره صراحه. هذا الفلفل تاع الايامات كامل حار، يعني ما شاء الله السنه تمتعنا في الفلفل الحار. محبي الحار كما حالتي بانوا هنا، خليوا لي تعليق وما تنساوش اللايك والاشتراك اللي مازالوا ما اشتركوش. ونقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.